سلام حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وعافية. ورجعنا اليوم مرة ثانية بفيديو مفيد. مثل ما تعرفون كل فيديوهاتنا هي فيها قيمة مفيدة وإلها معنى. يعني إحنا نتكلم عن أمور تخص حياتنا، أمور جدا مفيدة، لازم نحاول نطرحها على الطاولة حتى الكل يستفاد منها. لأن مثل ما تعرفون أني اليوم عندي معلومة، صديقتي عندها معلومة، أختي عندها معلومة، فإذا كل واحد استفاد من المعلومات الآخرين أكيد راح يوصل إلى نتائج أفضل، نتائج جميلة في يعني كافة الأمور اللي تخص حياته، تخص تربية أبنائه. فالإنسان ما يستطيع أنه يكتفي بمعلومات معينة عن البقية، وإنما لازم تكون معلوماته متشعبة حتى يوصل إلى ثقافة جدا كبيرة في كل الأمور الحياتية، سواء تخص تربيته لأبنائه، تخص دينه، تخص عاداته، تخص التقاليد. فكل شيء احنا نتعلمه من خلال الناس اللي حولنا، يعني نكتسب المهارات، نكتسب الثقافة، نكتسب الخبرة من الناس أو المحيطين بينا. فمثل ما فهمنا ونعرف انه احنا لازم نفيد بعضنا البعض في كل شيء. يعني هاي اكو اشياء يمكن احنا نتخيلها بسيطة لكن هي مفيدة، قد يكون يعني شخص ثاني بحاجة إلها. فحبايبي ما أحب أطول عليكم بالموضوع. اليوم عندنا أدعية جدا جميلة، أدعية جدا مفيدة، راح تغير حياتنا نحو الأحسن، خاصة للناس اللي يكون عمرهم يعني في مرحلة كبيرة من العمر متقدمة، فيحاولون دائما أن يلتجؤون إلى هذا الدعاء لأن فيه إصلاح لحياتكم. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إحنا ندعي بهذا الدعاء، خاصة يعني في مرحلة معينة من العمر. الدعاء هو فيه يعني فائدة جدا كبيرة في إصلاح أولادنا، في إصلاح أمور حياتنا. فدائما التجئوا إلى هذا الدعاء، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وادخلني في جنتك مع عبادك الصالحين. حبايبي، هذا الدعاء فيه معنى جدا عظيم. فقوله ربي أوعزني هنا كأنه صيغة أمر، لكن هو بطلب أنه ربي أوعزني يعني امنحني أو أعطيني فرصة. ربي أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هنا مو فقط النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعمها علينا، وإنما النعمة اللي أنعمها على والدينا أيضا. ربي أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. كأنما يطلب من الله سبحانه وتعالى العبد في هذا الدعاء أن يعطيه الله سبحانه وتعالى فرصة على أن يشكر كل النعم اللي أعطاه إياه، سواء نعمة البصر، نعمة السمع. فحبايبي إنه هاي كلها نعم إحنا ما نحسها إلا إذا لا سمح الله يعني كان عندنا فد إشكال في هذه النعم، فما نحس بقيمتها إلا في هذا الوقت. لكن هذه نعم وأرزاق جدا عظيمة. فليس الرزق هو المال فقط، وإنما الصحة، وإنما الصحبة الجيدة، العلم النافع، أيضا الأولاد الصالحين، الابن البار. هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، لا يشعر فيها إلا إذا كان اختلال أو عدم توازن في هذه النعم. لهذا فيقول ربي أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي وادخلني في جنتك مع عبادك الصالحين. إذن هنا حبايبي صيغة طلب وصيغة أمر، لكن بمعنى التحبب، يعني أنه يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلى والديه، حتى يعني
يكونون في أتم صحتهم. لازم يكون الشكر، لأن الله يقول فإن شكرتم لأزيدنكم. إذا كل شخص يريد زيادة النعم اللي عنده، أي نعمة كانت، حتى لو كانت هي نعمة الصحة اللي هي أفضل النعم على الله سبحانه وتعالى على العبد، فلازم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. إذا إحنا الصبح استيقظنا وإحنا بأتم صحتنا، ونحمد الله على هذه النعمة. دائما عند الاستيقاظ نقول لك اللهم الحمد على كل نعمك. إذا حبايبي، هذا المعنى العظيم، هذه الآية الكريمة اللي هي ربي وعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ربي وادخلني في جنتك مع عبادك الصالحين. وأيضا عندنا الآية الأخرى التي تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. إذا أيضا حبايبي، هذه الآية كلش عظيمة وفيها فائدة جدا جميلة، أنتوا راح يعني تشعرون بها أثناء قراءتها وأثناء محاولتكم أنه تكونون يعني في هذه الآية العظيمة، يعني تكونون كأنما محتويها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا ربنا واجعلنا للمتقين إماما. إذا هذه أيضا فيها معنى جدا عظيم، يعني لازم حبايبي إحنا نقرأ بتمعن، نقرأ باتقان حتى نستطيع أن نفهم المعنى الإجمالي، حتى نستطيع أن يعني تكون عندنا المعنى إلها أهمية كبيرة. ما يجب أن تكون قراءتنا قراءة ببواغاوية، يعني مجرد ترديد كلام، وإنما نفهم المعنى والمضمون، لأن اللغة العربية هي بحر جدا كبير. إحنا لازم نحاول أنه عندما نقرأ أي شيء أنه نتخيل الكلمة، نتخيل المعنى حتى تكون مفهومة لدينا. إذا دائما تكون قراءتنا قراءة يعني بتمعن حتى نفهم المغزى والمعنى الإجمالي من كل جملة نقرأها، سواء كانت في كتاب أو في صفحة أو يعني في مواقع إلكترونية. دائما حاولوا أنه تذهبون للمعنى حتى تكون الآية أو أي جملة أنتوا يعني ما تلاقون بها صعوبة، بالعكس تكون سهلة وتكون يعني متخيلين المعنى إلها، حتى تستطيعون أنه يعني تستخدموها بطريقة صحيحة. فدائما التجئوا إلى المعجم اللغوي، سواء كان معجم إلكتروني أو معجم يعني عن طريق كتاب يعني نتناوله من المكتبة. هذه الأشياء كلها راح تعزز ثقافتكم والاطلاع المستمر. وشكرا حبايبي.